السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين. النهاردة بقى قلنا ايه، زهقنا من الأكل والدنيا حر، بقى قلنا نعمل ايه، نعمل طبق كشري كده يستاهل بقوق بأسهل طريقة، طريقة ماما زوزو. الكشري سهل جدا، بس محتاج تكات كده، هو بعض التكات البسيطة يعني. ان احنا نعمل مثلا بصل أبيض و... ونحمر البصل، اللي هو البصل الأبيض مش البصل الأحمر. وحطوا لي بقى اللي اول مره يتفرج عليا يحط لي يشترك في القناه ويحطوا لي لايكات كتير يا بنات عشان الفيديو يعني. و... وتعالوا بينا بقى اوريكم الطريقه اتعمل ازاي. حمرنا قطعنا بصل، شايفين جوانح اهو، شايفين مقطعينه جوانح. وحطينا زيت، طبعا حاطين زيت كتير عشان هنحمر البصل. علشان ايه؟ هنستعمل الزيت دوت في حاجات تانية بعد كده يعني. هم حبة الزيت اللي في البصل ده هو اللي هنعمل بيه بقية الكشري. احنا طبعا بنعمل الكشري بالكشري المصري بطريقة ماما زوزو، أسهل طريقة. وأول ما نبدأ الكلام نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وندعي لإخواننا بغزة، ربنا ينصرهم ويصبرهم على ما بلاهم، ويرحم موتاهم ويشفي جرحاهم، اللهم آمين يا رب العالمين، ويحزن من خذلهم. هنا بقى حطينا البصل اهو هيتحمر. وهنا بقى في الحلة التانية دي حاطين معلقة زيت، وحاطين دقين توم اهو، عشان نعمل الصلصة. ماشي. آه. هنحمر الثوم هنا عشان بنعمل ايه؟ بنعمل صلصة. الطماطم ضربينها في الخلاط. بعد ما الثوم يتحمر هنحط الطماطم على الثوم. صلوا على النبي يا حبايبي. وحبايبي اللي اول مره يشوفوني ويدخلوا قناتي مشرفيني طبعا. لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. وحطوا لايكات كتير عشان ترفعوا الفيديو يا جماعه. انا مش طالبه منكم حاجه الا انكم تدعموني بلايكات واعملوا مشاهده، بالله عليكم اعملوا مشاهده. وعندي ميزة تفكرات، لو حد عاوز يدعم القناة عندي ميزة تفكرات. وهنعمل بقى هنا التومة، هي بنحمر التوم. وأما مش هنحمره يعني نخليه أحمر أحمر، لا، يا دوبك يبقى أصفر كده بردي يعني ذهبي. وبقى عشان ما يبقاش ما يمررش. وطبعا هنا البصل اهو المفروض بيتحمر اهو اهو. طبعا البصل انتوا عارفين بتاع الكشري لازم يكون كتير 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 كتير. بنسميه ايه؟ ورد الكشري. شايفين انا مقطعاها جوانح اهي، ولا ضايفه عليها اي حاجه خالص. في حد بيقول لك حط دقيق، حد بيقول لك حط نشا، ملح، معرفش ايه، لا ان انا مش حاطه حاجه خالص. وهتشوفوه احلى بصل بتاع الكشري بعد ما يخلص بقى، هتشوفوا لونه وردي ومقرمش بقى كده اهوت. ومعاه طعمه بيبقى مسكر علشان احنا مش ضايفين على اي حاجه. وبصل الكشري لازم يكون البصل الابيض ده، البصل الاحمر ما بيبقاش، بيبقى شكله ازرق كده لما تحطوه على تحمروه. لكن نعمله البصل الابيض. وهنا بقى التومه اهي ابتدت تحمر وريحتها طلعت. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحط ايه؟ هنحط الطماطم. بس احنا كده ايه، عملنا صلصه الكشري. ثواني بقى هنقطعها. هحط عليها ايه؟ هحط عليها كزبره ناشفه، كزبره مطحونه اهي، كزبره مطحونه. وهحط عليها كمون اهو، كمون، معلقه كمون. وهحط عليها حبه فلفل اسود مطحونين صغيرين مش كتير يعني، نص معلقه صغيره اهي. وبس. وهنحط عليها ملح، نحط ملح كده. ومش هنيجي جنبها تاني بقى، هي كده خلصت خلاص. الصلصه بتاعت الكشري هي خلصت كده. هنغطي عليها بقى ونسيبها في السلق. ماشي. وهنا بقى البصل هنفضل بقى هو بياخد وقت شويه عشان طبعا لما ينزل ميته ويشربها وكده ويتحمر. هنحمره ولما يتحمر هرجع لكم تاني. شايفين بقى البصلة اهي ابتدت تحمر اهي، وكلها هتبقى لون واحد، مش هيبقى فيه واحدة حمراء وواحدة بيضة وواحدة محروقة ومعرفش ايه. في المرحلة دي بقى تفضلوا تقلبوا فيها ايديكوا فيها، ما تسيبوهاش عشان ايه، تاخدوها كلها لون واحد. شايفين ابتدت اهي هتتحمر كلها وتبقى كلها لون واحد وتبقى مقرمشة وزي الفل. هوريها لكم بقى، هنقلبها شوية وبعدين هوريها لكم تبقى هنوصل لغاية انهي مرحلة عشان نصفيها من الزبدة.
بصوا يا حبايبي بقى البصل اهي اتحمرت اهي، بقت كلها لون واحد. هنصفيها دلوقتي عشان نعمل بقى ايه الرز والعدس. هنصفيها من الزيت وهرجع لكم تاني. صفينا اهو، حطينا البتاع البصل في المصفى اهو اهو، شايفين عشان يصفي الزيت بتاعه. وشايفين الصوت سامعين اهو سامعين الصوت. لسه بقى لما يبرد هتلاقوه ايه مقرمش، وشوفوا لونه جميل ازاي. وبعدين هنا في الحله اللي احنا كنا بنعمل فيها حطينا ميه، ما غسلناهاش ولا حاجه، حطينا ميه. وادي العدس بجيبه اهو غاسلينه ونقعينه، هنحطه علشان يستوي. حطينا العدس في الميه، مش هنحط عليه ولا ملح ولا حاجه. العدس يتسلق 80%، هنغسل الرز ونحطه عليه كده خلاص. يبقى ايه ما فاضلش الا المكرونه. وهنا الصلصه، شايفين الصلصه هي قربت تتسبك، وفاضل بقى المكرونه. نشيل الصلصه ونحط الميه بتاعت المكرونه عشان نسلق المكرونه. وهنا حطينا زي ما قلت لكم العدس بجبه اهو عشان يتسلق اهو. العدس بجبه حطيناه عشان يتسلق 80%، وبعدين نحط الرز عليه ويستووا بقى مع بعضهم وارجع لكم تاني. دي شطه ناشفه، شطه ناشفه هنعملها بقى. طبعا انتوا عارفين الكشري بيبقى جنبيه شطه. حطينا الشطه اهي في البوله، وهنحط عليه صلصه من اللي احنا عاملينها دي كده اهي. هنحطها عليها كده ونقلبها بقى كده. احنا عملنا ايه الشطه بتاعت الكشري اهي، اللي هي بس الشطه الناشفه بنعملها على البارد. لو عملتوها بالزيت على النار هتقعدوا بقى تكح وكده، هتبقى صعبه جدا. لكن هي كده خلاص. شكرا. شايفين شكلها بقى عامل ازاي اهي، شايفين اهي. هنحطها دلوقتي لغايه لما ايه، لما نيجي نغرف بقى الكشري. كل اللي عايز ياخد. بصوا يا حبايبي بقى، حطينا العدس اهو استوى 3/4 سوا، وحطينا الرز، وحطينا معلقه كمون ومعلقه ملح ونص معلقه فلفل اسمر اهو. هنسيب بقى الرز يتشرب، وبعدين بقى ايه اما يتشرب الميه دي هنوطي عليه. وبعد كده نروح نعمل بقى ايه. هنا حاطين الميه بتاعت المكرونه، شايفين الميه بتاعت المكرونه. هنحط عليها ملح. اخر حاجه بقى دي هنحط ملح اهو الميه بتاعت المكرونه. وبعد كده نعمل ايه بقى. هي غليت اهي، معانا مكرونه كذا نوع يعني. هي اسباجيتي مكسرينها، ومعانا مكرونه اللي هي من الصغيره دي، ومعانا مكرونه لام صغننه. يعني كذا نوع مكرونه، شايفين اهو كذا نوع مكرونه اهو. وهنحطهم بقى ايه يستوي وارجع لكم تاني اهي. وصفيناها، شايفين اهي، شايفين. ما تسووهاش قوي عشان ما تبقاش معجنه، شايفين. هنعمل بقى حركه حلوه قوي للمكرونه. معانا هنا ايه الزيت اللي احنا قلينا بالبصل اهو. الزيت اللي احنا قلينا بالبصل هنحطه في الحله هنا، ماشي. هنحط حبه فلفل اسود هنا مع الزيت، شايفين اهو. وبعدين نروح ايه جايبين المكرونه اللي احنا سلقناها، هنحطها بقى هنا عشان تبقى ايه ما تبقاش معجنه بقى ببعضها. هنحطها هنا ايه في الزيت. جربوا بقى المكرونه وحطوا حبه الفلفل الاسود دول، هتخلي ريحتها وطعمها جميل جميل جميل، شايفين. هنقلبهم بقى ببعض وخلاص. يبقى احنا كده عملنا المكرونه بتاعتنا اهو، شايفين. هنقلبهم كده، نطفي النار خالص بقى دلوقتي، مش عايزين عشان الزيت سخن اهو، مش عايزين النار، شايفين اهو كده. هنقلب بقى المكرونه عشان ما تعجنش، عشان لما تبقى بارده ما تعجنش ببعضيها. والزيت بقى طعم البصل فيه، والزيت واخد طعم البصل، فبيخلي طعم المكرونه جميل. انا بعمل لكم بقى الكشري المصري ايه على اصول، عشان تحطوا لي بقى لايكات. واللي وصل معايا لحد هنا ولسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان تنوروني وتكتروني في قناتي. وبحبكم في الله كلكم اهو. شايفين يا اولاد المكرونه كده خلاص. المكرونه خلصت، مش هنعمل فيها اي حاجه تاني. هنركنها بقى على جنب. وناقص لنا بقى ايه. احنا طبعا عملنا الدقه، عملنا الصلصه، ناقص لنا الدقه. هعمل معاكم دلوقتي الدقه بتاعت الكشري.
حطينا هنا حبة مية اهي عشان هنعمل الدقة. حطينا مكان اللي احنا كنا مصفيين البصل بتاع البتاع، يعني فيها زيت اهو زي ما انتم شايفين. هنحط بقى ايه، توم مفروم وفي ملح. احنا طب مولعين عليها النار بس مش معليين قوي، احنا عايزين المية تدفى بس، مش عايزينها تغلي ولا هنسويها ولا حاجة، احنا عايزينها تدفى بس، تدفى بس. وبعدين هنعمل ايه، هنحط كمون. بصوا يا حبايبي، حطينا كمون هنا، واحنا دقين التوم بملح. ماشي، هنحط بقى حبة خل، نص كوباية خل كده. ماشي يا حبايبي اهو، خل ابيض، شايفين؟ خل ابيض. هنحط نص كوباية خل. يبقى فاضل لنا بقى ايه، الليمون. هنعصر بقى ليمونتين كده حلوين، عشان ايه، دي الدقة بتاعت الكشري. طبعا انا بعمل لكم الكشري المصري على اصوله. هنحط بقى ايه، هنعصر الليمون هنا اهو، شايفين كده اهو. ايه، الدقه تعتبر خلصت. ماشي يا حبايبي، اسهل ما يكون اهو. حطينا توم وحبه ملح وحبه كمون وحبه خل وعصرنا ليمونتين وحبه ميه. وهو بصوا هنشغليها، ابتدت اهي الميه سخنت، هروح طافيه عليها ايه، هروح طافيه عليها النار بس. شكرا على كده، الدقه كده خلصت. حبايبي الرز خلاص، الكشري خلص اهو، شايفين الرز اهو، رز بالعدس. وهنا المكرونه اهي، اهي المكرونه بصوا اهو، شايفين؟ مفرفره كده، مش لازقه ببعضيها، عشان احنا حطينا الزيت وقلبناها فيه. وهنا الصلصه اهي، بص الصلصه جميله ازاي. هنبتدي نغرف بقى، شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شايفين يا حبايبي؟ حطوا لايكات اهو كده. وبعدين نروح عارفين بقى مكرونه عليها. احنا طبعا عاملين جميع اشكال المكرونه. يعني نحط بقى المكرونه اهو، حطوا لايكات. وبعدين هنيجي هنا نعمل ايه بقى، هنيجي هنا نروح حاطين الصلصه اهي، شايفين؟ طبعا انتوا شفتوا بقى الصلصه اسهل حاجه بتتعمل، شايفين؟ يا جمال ويا جمال، يا جمال ويا حركات ويا تكات. شايفين يا حبايبي اهو كده. تعالوا بقى يا حبايبي بتاع البصل، بصوا شوفوا جميل ازاي. هنحط بقى ايه، البصل كده، نزين الطبق كده بالبصل، شايفين؟ شايفين الجمال اهو. وهنا بقى طبعا الشطه، الشطه اهي. طبعا اللي عايز يحط شطه يحط. وهنا الدقه برضو، اللي عايز دقه يحط دقه اهو. شايفين الجمال؟ حطوا لي بقى لايكات واللي لسه ما اشتركش، اللي وصل معايا لحد هنا ولسه ما اشتركش في القناه، يشترك ويفعل زر الجرس وحطوا لايكات كتير. اللي عاوز بقى يحط الشطه. شايفين الشطه جميله ازاي اهي؟ اللي عاوز يحط شطه يحط، اللي ما بيحبش الشطه ما يحطش. عشان كده انا ما حطيتهاش على الطبق. وحطوا لي لايكات، وربنا ينصر اخواننا في غزه يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.